السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الطاجين ديال الحيمات بالشفرجل والجلبانه. اول مره غادي نديروا هذه الوصفه هذه ديال الطاجين بالشفرجل والجلبانه. كي كتلاحظوا ستفت الحيمات ديالي، كندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، فلفل اسود وشويه ديال خرقوم عواد بلدي وشويه ديال الزعفران الحور. ومن بعد كندير البصله، كنقطع على هذا الشكل هذا، كنستفها في الطاجين ديالي كامل بهذه الطريقه هذه. وكندير شويه ديال الثومه وشويه ديال الربيع، وكنحط الطاجين ديالي يتشحر على خاطرو. اللي كيتشحر كنقلب كلشي. هذه طريقه سهله، ما تاخذش بزاف ديال الوقت وما فيهاش بزاف ديال الروينه. كتلاحظوا كنضيف الربيع، بعد ما كنضيف الربيع كندير الزيت وكنخليه يتشحر كي قلت لكم، كيتشحر مزيان. وكنعسل الشفرجل ديالي، الشفرجل كنعسلو، كنشد مقله كندير فيها شويه ديال الزبده وشويه ديال القرفه وشويه ديال سنيده على حسب الاختيار ديال كل واحد. طبعا كاين اللي كيدير العسل، انا كندير شويه ديال سنيده بحال هكا باش ما تيجيش حلو، تيجي داك الشيء مع الملح ومع الحلاوه كتجي متوازيه. من بعد ما ذوبت كلشي في هاد المقيله كي كتشوفوا، كنضيف السفرجل ديالي وكنخليه يتعسل في المقله واحد شويه، وكنبقى نمويه. كنزيد عليه من المعلقه من الفوق من الجناب ديالو، كنحس به باللي شرب شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر وشويه ديال الزبده، وكنخليه في الجنب حتى تيوجد ليا الطاجين. من بعد ما كيوجد ليا الطاجين ديالي كنستف السفرجل فوق منه، وديك البلاصه باش سلقت السفرجل ديالي كنسلق فيها الجلبانه، وفي نفس البلاصه فين عسلت السفرجل ديالي كنعسل فيه الجلبانه. وفاش كيتشحر ليا الطاجين كنعاود نقلب اللحم على جهه اخرى، وكنضيف البصله اللي بقات ليا من الفوق وكنخليه يتشحر مزيان. عاد كنستف فوق منه السفرجل والجلبانه وكنخليه يطيب باقي واحد 10 دقائق بما ينشف شي شويه. فوالا من بعد ما تشحر ليا الطاجين على هذه الطريقه وتعسلات البصيله، كنستف السفرجل وفي نفس المقله كنعسل شعيب شويه الجلبانه وكنضيفها من الفوق. والطاجين ديالي تقريبا راه موجود، كنزيدو 10 دقائق، من بعد ما كيطيب كنحطو وكنقدموه على هذا الشكل هذا كي كتلاحظوا. نتمنى هذه الوصفه هذه من الاعجاب ديالكم، والصحه والعافيه. السلام عليكم.